طبعا اول مره تسمعوا حاجه زي كده. لا، في حاجات زي كده. يعني ايه ابن اخته؟ ابن اخته مش خلفته، لا طبعا اكيد يعني. ابن اخته احنا بنقولها لما يكون مثلا بيسمع كلام اخته في كل حاجه، مدلعها، يعني واخده الجو، يعني واكله الجو. هو متجوز ومراته صفر على الشمال واخته اهم من مراته، دي بنقول عليها ابن اخته. ازاي الحاله دي حصلت؟ وفعلا واقعيه وحقيقيه. واحد متجوز وليه اخت وهما في بيت واحد، يعني بيت شقة مامتها وباباها في دور وهو شقته في دور في بيت واحد. فالبنت دي ما اتجوزتش لسه، يعني هي اصغر منه وما اتجوزتش لسه. فعلى طول قاعدة عنده واكلة شاربة نايمة، ما بتشيلش كوباية، بتاكل وترمي، تقلع هدومها وترمي، تجيب هدومها تنزلها وتحطها عندهم، ومرات اخوها لازم تغسل هدوم وتقول لها اعملي لي وهاتي لي وعاوز اشرب وعاوز اكل. نايمة على طول، قاعدة على النت على طول. هي دي ايه؟ اخته. واخوها بيسمع كلامها ويا حبيبتي وحاضر ونعم، عاوزة حاجة، عاوزة ايه، ويقول لمراته هاتيلها وشيليلها، شوفيها عاوزة حاجة. وقبل ما يجي ينزل كأنها طفلة صغيرة، كأنها طفلة صغيرة. فدي طبعا حالة مراته زهقت تعبت قرفت، قالت انا مش متجوزاه هو واخته، اخته كبيره وكده، ويعني بنت كبيره مش طفله صغيره. وقاعده على طول وعندها شقتها في نفس البيت ومامتها وباباها وكل حاجه، وسايباهم قاعده عند اخوها. ومرات اخوها هي اللي بتخدم وبتشيل ولازم تقول حاضر ونعم، واخوها مقويها على كده وبيشجعها على كده. فطبعا الست مرات اخوها قالت انا خلاص مش هقدر استحمل الحياه دي، انا مش متجوزاه هو واخته. يعني انا مش متجوزاه هو واخته. مش معقوله اخته على طول عندنا ويا ريتها بتساعد، لا، دي كل حاجه انا اللي بعملها لها، وبتامرني وبتقول لي شيلي وحطي واغسلي هدومي واعملي لي اكل واعملي نسكافيه واعملي لي قهوه، هاتي لي عصير، هاتي لي اكل كذا، النهارده هتتغدوا ايه، لا انا مش مزاج لكذا، اعملي لي اكل كذا، انا بحب كذا. وما بتساعدش وما بتعملش اي حاجه وسايبه بيتها وقاعده عندهم معظم الوقت. يعني بتمشي على النوم، على النوم، وتصحى عملت فطار ايه، في فطار ايه، غدا ايه، وقاعدة على النت على طول وأوامر وخلاص. ولو مرات أخوها ندهت لها مثلا قالت لها تعالي ساعدي حاجة أعمل حاجة، لا أنا مش فاضية، أنا مش قادرة، أنا تعبانة، أنا مصدعة، مش هقدر أجي، ما نايمة، حاجات زي كده. فالوضع ده طبعا وضع سيء جدا. واخوها مشجعها على كده، مش يقول لها عيب وغلط ودي زي اختك وانت عندك بيت ما تبقيش يعني تنزلي على طول، برضه بقيت تنزلي شويه، برضه لو عايزه حاجه تساعديها اقعدي معاها شويه اتكلمي، لكن مش مقيمه عندهم واكل وشرب ونوم وغسيل ودلع، وبتشيلها كل حاجه كانها بتشتغل عندها. هو ده الوضع، كانها بتشتغل عندها، ولازقه في اخوها، لازقه في اخوها كانه خلفها ونساها، او يعني يعني خلفه او هي خلفت، المهم يعني ايه، تحس انها ايه، هو بيمشي وراها. يعني احنا بنقول ابن اخته ليه؟ ليه؟ لانه بيمشي وراها، بيسمع كلامها، حاضر ونعم، ما بيجيش عليها يقول لها غلط، الحاجات دي كلها. الفيديو ده يا ريت تشيروه وتشتركوا في القناه، ليه؟ عشان في حالات زي كده فعلا حصلت. الحاله دي حصلت واكيد في زيها كتير، يعني اكيد في زي الحاله دي كتير بيحصل وحصل وبيحصل بالفعل. فدي غلط، ان دي ممكن اخته دي تكون سبب في خراب بيته او سبب في طلاق ان مراته مش هتستحمل. مفيش واحدة أصلا هتستحمل الحياة دي إنها تخدم أخته، هي مش متجوزاه ومتجوزة أخته معاه يعني، أكيد لأ يعني. فأخته يعني بصراحة دلع دلع بشع، ومامتها وباباها المفروض يقولوا لها سايبينها كده. الغلط يعني غلط على الكل. آه، الام والاب اللي هما الكبار المفروض يقولوا لها ده اخوكي واتجوز وليه بيته ودي مراته ومراته دي زي اختك وتعامليها زي اختك، وما ينفعش تقعدي عندهم على طول، انت تزوريهم تقعدي شويه وتبقي خفيفه وكده عادي. لو مثلا زرتيهم مرات اخوكي محتاجه حاجه ساعديها كده، لكن ما تبقيش مقيمه عندهم وكمان بتأمري وعاوزه واعملوا وحاجات زي كده. الست والراجل الكبار غلطانين. الحاجة التانية، البنت طبعا غلطانة جدا أخته دي، لأنها المفروض يبقى عندها دم وإحساس ان هي لما تيجي تتجوز ما تحبش يتعمل فيها كده، ما تحبش نفس الوضع ده يحصل فيها، ممكن يحصل فيها. ما دام هي بتعمل كده ممكن سهل قوي يحصل فيها انتقام يعني. ربنا مش هيسيبها كده، ان التانية غلبانة، مرات اخوها غلبانة وصابرة، بس قالت انا خلاص تعبت ومش قادرة استحمل ومش عارفة اعمل ايه. يعني مش عارفة اعمل ايه، هل دي هتكون سبب في خراب بيتي؟ واخوها غلطان، لان اخوها مفروض شايف وعارف الصح من الغلط، ويقول لها اللي انت بتعمليه ده غلط، وما ينفعش تقعدي عندنا وعند مرات اخوكي كده على طول. المفروض يفهمها ويقومها. فطبعا العملية بايظة خالص من الناحية كلها، الأب والأم الكبار والأخ، وهي ما عندهاش دم،
فالعملية صعبة جدا. حد منكم سمع يعني حاجة زي كده او مر بحاجة زي كده، او من قرايبه، من صحابه، من حد كده، جيران، اي حد حصل فيه موقف زي كده؟ قولوا لي في الكومنتات. والموقف البنت مرات يعني مرات اخوها دي تعمل ايه؟ هي طبعا مش هنقولها طبعا تطلع عشان حاجة زي كده، لا. مش هتبقى حتة عيلة اخته تخرب بيتها، هي مش عيلة، هي كبيرة بس مش هتبقى هي السبب. فهي مفروض تقول لامه وابوه انتوا شايفين الوضع ده صح ولا غلط؟ اكيد طبعا غلط، حلوه. ما حلهوش او بقى سلبيين، تروح لاهلها، امها وابوها، وتجيبهم يقولوا لهم بقى، يقولوا للست الكبيره والاب الكبير، والبنت تقعد معاهم واخوها وجوزها، كله يقعد بقى اجتماع كده، قعده عائليه، ويقولوا لهم الوضع ده ما ينفعش، احنا بنتنا بتتجوز مش جايه تشتغل خدامه، سوري يعني، ولازم يبقى فيه يعني ايه، معاملة كويسة، وبنتكم يعني ايه عندها بيتها وشقتها عندكم، يعني ايه لازمة الإقامة والأوامر وهاتي وحطي وشيلي وليل نهار من الصبح بالليل عندهم؟ يعني ايه الحكمة في كده؟ انتوا شايفين الوضع ده صح؟ انتوا ترضوا لبنتكم؟ يعني ترضوا لبنتكم لما تيجي تتجوز تقعد في نفس الوضع بنتنا؟ فلازم ما في قاعدة، لكن البنت دي ما تسكتيش على حقوقك. طبعا الحياة دي ما تنفعش، ما تنفعش خالص، وغلط، وكلها غلط، ومن اولها واخرها غلط، والحياة دي ما تنفعش. ولازم يوضعوا حل وحدود، لازم يبقى في حل وحدود للوضع ده. ده الوضع الاسري الغريب ده يعني. الاخت اللي هي مقيمه، اكله شاربه نايمه، هدومها لدرجه انها بتنزل بهدومها وتنزل معاها هدوم تانية وتغير وتسيب الهدوم التانية وسخه، وتنزل تاني يوم ما غسلتيش هدومي ليه؟ ما غسلتهاش ليه؟ انا عاوزه البس الطقم ده انت ما غسلتوش. امال انت عندك بيت بتعملي ايه؟ ما انت عندك بيت، روحي اغسلي هدومك فوق واعملي حاجتك كلها اللي انت عاوزاها فوق. هو انت جايه مقيمه؟ هي مراته واتجوزته مثلا هو واخته؟ لا، ما كانش الوضع ده كده، وما كانش متفقين على كده. وكانت اخت عاديه زي اي اخت هتزور مثلا زياره خفيفه، هتقعد تتغدى يوم معاهم عادي زي اي حد. لكن مش هتبقى مقيمه وبتؤمر وبتشغلها خدامه، ده حرام وعيب يعني، عيب وحرام، لان ممكن يحصل فيها كده. فطبعا رأيكم يهمني في الكومنتات، تقولوا لي حد مر بحاجة زي كده، والبنت تعمل ايه فعلا، تعمل زي ما انا قلت، قعدة عائلية بالأسرتين، ويوضعوا حل ويشوفوا ان الوضع ده ما ينفعش وما ينفعش يستمر، ولازم وضع حدود، والبنت تقعد في بيتها مع امها وابوها، وتنزل لاخوها زيارات عادية زي اي حد ما بيزور حد، زي اي حد. هي المفروض كمان لما تيجي تزورها تقول لها انت فاضيه ولا لأ؟ انزل اقعد معاكي شويه، ممكن تكون نايمه وراها حاجه في البيت، حد من اهلها جايين نازلين، مش قادره تستقبل حد، مش بالاجبار. هو يعني المفروض حتى يبقى فيه ذوق، ده الواحد لما بيجي يزور حد شويه لازم يقول له فاضيين، انت فاضيه كده، مش يهجم. ودي مقيمه. عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه، اشتركوا في القناه يا حبايبي، وفعلوا الجرس. اشتركوا في القناه سليم.